ناظر حضرتك ليك هبه جميله كده وشبه الفنان عبد السلام النابلسي. انا ملاحظ ان المدرسه فاضيه قوي النهارده. هل حضرتك بتسيب الطلبه كلها تزوغ عادي؟ التلاميذ كلهم في الحصه محدش منهم بيزوغ. اسمك يا شكري؟ قد بالراحه وده مظبوطك يا نفسك تطلع ايه طيب؟ لعيب كوره. زي في مصر شويه، مش عايز تطلع ظابط؟ وجنب الكوره اكون بوليس. ده مصري ده. سوزان انت مثلتي قبل كده؟ لا. بس انا متاكد اني شفتك في هاري بوتر. لا لا لا. طيب احب اسالك في البدايه، انت عندك كام تلميذ في الفصل؟ 15. 15 تلميذ؟ هل مسموح بالتدخين للطلاب داخل الحمام فقط ولا بيدخنوا في اي حته تانية في المدرسه؟ ممنوع انهم يدخنوا خالص في اي حته، ممنوع خالص في المدرسه. بس بيدخنوا قدام المدرسه عادي. بنديهم الجامي بير عشان ما يشربوش سجاير. اوكي. بتزوغ من المدرسه نط سور ولا مظبط مع البوابه؟ عمري ما بزوغ. لو في تلميذ فيهم خد درس خصوصي مع حد من زمايلك المدرسين، بيعيش ازاي لاخر السنه؟ من سن كام مسموح للاطفال ان هم يحملوا معاهم سلاح ابيض في المدرسه؟ الاسلحه ممنوعه في كل حته في المدرسه. عندك اصحاب مصريين؟ ايوه. وعلى كده بقى ليك في الخناقات ولا مسجل هفق هنا في المدرسه؟ عمري ما بتخانق. هفق يعني؟ انا جامد بس ما بتضربش. ثقه يعني؟ هل مدرس الفرنساوي هو نجم المدرسه؟ هو أحسن واحد محبوب في المدرسة. هل طلبه مدرسه السعديه بيجوا يقفوا على باب المدرسه عشان يعاكسوا البنات وهم خارجين؟ مين عصفوره الفصل؟ في كتير. انت عصفوره؟ شويه. يا نهارك اسود. كم مره قلتي للتلاميذ اللي عندك ابقوا تفوا على قبري لو فلحتوا؟ عمري ما ينفع أقول لهم حاجة زي كده، ده لازم أديهم موتيفيشن ولازم أخليهم يبقوا أحسن، لازم أخلي روحهم كويسة في الفصل. هل بيع الامتحانات مربح؟ دي حاجه ممنوعه قانونا وممنوعه حتى انسانيا. مين من اصحابك بيجيب سندوتشات مرته وفول حراتي؟ طب ما فيش حد بيعدي الميكروفون ايام الامتحانات كده ويغش طلبه من بره؟ طيب في حصه انهي مدرسه بترمي القلم وتنزل تتفرج؟ لما بتكون المدرسه لابسه جيب قصير. طب كم مره عايرتي التلاميذ اللي عندك في الفصل وقلت لهم انتوا في انضف مدرسه في المانيا؟ للأسف ما قلتش ولا مرة علشان إحنا في مدرسة ألماني كويسة، لكن مش مدرسة بيخشها الناس اللي معاها فلوس. زي ما أنت شايف فصل ما فيهوش كمبيوتر مثلا، ما بنكتبش على وايت بورد، فمستوى المدرسة مش من أحسن مستويات المدارس اللي في ألمانيا. باين طبعا ان مستواها ضعيف جدا يعني. هل سور المدرسه في مستوى الطالب المتوسط ولا الولاد بيحتاجوا يشبكوا لبعض عشان ينطوا السور؟ مفيش عندنا سور اصلا، المدرسه مفتوحه على بره على طول. يعني ايه مفيش سور للمدرسه؟ امال الولاد بينطوا ايه لما يحبوا يزوجوا؟ يلا نط يلا نط تقفشنا الله يخرب بيتك. انزل بقول لك انزل ما تخاف بقول لك نط. طب كم مره قعدت حد من اصحابك على قلم او برجل؟ نماذج اجوبه امتحانات ثانويه عامه تسعيرتها من كام لكام عندكم؟ دي قلة احترام إنك تسألني سؤال زي ده، ما ينفعش أعمل حاجة زي كده. حصه الموسيقى وحصه الزراعه وحصه الرسم وحصه الالعاب، هل دول كلهم يعتبروا حصه فاضيه؟ كم مره زورت امضه ابوك في الشهاده؟ هل حصل قبل كده ان جه ابو حد من التلاميذ قال لك مين الواطيه اللي ضربت ابني بالقلم؟ إن أنا أرفع إيدي بس على تلميذ عندي أنا اترفض من الشغل. هل حضرتك ليك نسبه في اليونيفورم والباص والكانتين؟ لما بيجي لك استدعاء ولي امر بتحس ان ابوك بيجي يشمشم مع المدرسات؟ يلا قول يلا. باباك بيعمل كده؟ ايوه طبعا ابويا بيعمل كده. انت ابوك بيعمل كده ولا انت خايف عشان امك واقفه؟ سوزان انت متجوزه؟ Ja, عندك اولاد؟ ja. 3. ولاد ولا بنات؟ بنت وولدين. كم مره شبشبك خيب وانت بترميه على ابنك وما لزقش في قفاه؟ دكتور المدرسه خريج ايه؟ عمرك عملت بيبي على سور برلين؟ لا. انا عملت. لو في العيد عندكم او حاجه حد ادى لابنك فلوس، نسبته بتبقى قد ايه من الفلوس دي؟ حاجة زي كده بنحطها مثلا في دفتر توفير، أو لو عندهم هم عاوزين يشتروا حاجة معينة بننزل نشتريها. عندنا برضو بيعملوا كده. انا مش شايف بره يعني الراجل بتاع الكتاكيت ولا الراجل بتاع الحرنكش ولا الراجل بتاع السكوبي دو ولا الراجل بتاع الدوم ولا الراجل بتاع دوت الأز حتى. انتوا بتبيعوا الحاجات دي جوه المدرسه ولا ايه؟ لما فسحه بتخلص بترجع الفصل ولا بتقول كده اتعشت؟ برجع الفصل على طول. هل لو انت في محل لعب مثلا مع ابنك وابنك شبط في لعبه معينه، هل بتكتفي ان انت تصغري له ولا لازم تشيليه من ودانه؟ لا أنا حتى مش لازم أصغر له، أنا بس لو قلت له لا مرة واحدة بيسمعوا الكلام. انت زوجة عسل. كم علبه مربى وازازه عصير بيبيعهم مدرس الزراعه في حصته؟ المدرسين عمرهم ما بيبيعوا حاجه. ايوه بس حضرتك مدرس الزراعه ده الوحيد فيهم اللي ما بيديش دروس خصوصيه، فلازم يعمل اي مصلحه. انت واصحابك بتبدلوا كتاشين ومجلات ولا عيال غلابه؟ لو ابنك رجع من المدرسه بالسندوتشات هل بيبقى يوم اسود؟ معناها إن هم ما كانوش جعانين. رحله الازهر بارك والسندباد
بكام النفر؟ بتسرق سندوتشات اصحابك في الفصل؟ هل من كتر ما عيالك في البيت بيقولوا لك يا ماما 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 بتربطي راسك بالاشارب وتقولي ربنا ياخد زفته؟ في كام مدرس عند حضرتك هنا في المدرسه معديين الكادر؟ في فرق طبعا بين المدرس والمدرس ده بقى له قد ايه شغال. احنا هنا الافريج ما بين 2500 يورو وبين 3500 يورو في الشهر. طب ما فيش سيجارتين كده في الشراب نعفرهم سوا؟ لا انا لازم امشي اتاخرت. بس انا متاكد اني شفتك في هاري بوتر. شكرا سوزان. انا شايف انها حاجه كويسه انكم جيتوا المانيا عشان تعرفوا الحاجات والمعلومات دي. شايف انها حاجه كويسه انك تجيب طلاب من مصر لالمانيا وطلاب من المانيا لمصر عشان يشوفوا الفرق ويعيشوا في المجتمع شويه ويعرفوا اللي بيحصل هنا وهناك. انا بس عايز اقول لحضرتك ان احنا لو جبنا طلاب من عندنا من مصر هنا لالمانيا هنحتل المانيا. ثانك يو. اي حاجه الولد والنبي وايدي مكسوره لو سمحت. اقسم لك بالله ما اكلنا حاجه من الصبح. اقسم لك بالله ما اكلنا حاجه من الصبح احنا الاثنين انا والولد. Excuse me, can you help the kid to get this stuff? Yes. Just give it to him. Don't discuss it. Okay, give it to him. Yes, no, to him. اتكل على الله، اتكل على الله. Don't talk to him. He's my son. Don't talk to him. هنركبهم ازاي دول يا معلم بقى؟ Excuse me, can you help me because it's very crowded in the car? We always do like this. But I don't. No, I will not close. ساعد الضرير والطفل. Help the blind and the kid. Help the blind and the kid. Can you let us from someone, please? Okay. Fire for me? Excuse me, I don't have a lighter. She's my daughter. He's supposed to smoke a cigarette? No, she's not smoking. She will light it for me only. Why? She's a kid. Yeah, she's a kid, but she's my daughter. It's okay. Yeah, but you can't have a kid light a cigarette. She light it for me only. Yeah, it's okay. I don't care. She can light it from the president. I don't care. Okay, check for someone else. I'm sorry. اقسم لك بالله ما اكلنا حاجه من الصبح. 1 يورو. اونلي 1 يورو. 1 يورو يا بيه لو سمحت. ما اكلناش حاجه من الصبح يا بيه. اقسم لك ما اكلنا حاجه من الصبح. الواد هيموت وايدي بايظه يا بيه. اقسم لك بالله ما اكلنا حاجه من الصبح احنا الاثنين. اقسم لك بالله ما اكلنا حاجه يا بيه عشان خاطر الولد. 1 يورو فور ذا كيد. ثانك يو يا بيه. ثانك يو. ربنا يخليك. اتفضل.